بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عجمة العجمية. هنعمل كعك العجمية النهارده. حطينا حوالي معلقتين سمنة، نسيح السمنة نحط عليهم حوالي 3 معالق دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبي الدقيق، قلبي خالص. نحط معاه حوالي 3 معالق سمسم او مكسرات على حسب اللي عندك. قلبي كله في بعض. قلبي. نروح حاطين العسل النحل. مجرد ما ريحه الدقيق تحسيها طلعت، بصي تحسي ريحه الدقيق طلعت عليكي، تحطي العسل النحل بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حاجه اذكري فيها اسم الله تطلع حلوه جدا. قلبي استمري في التقليب كله في بعضه لحد ما القوام يغلص في ايدك. بصي بتتقل معاكي اهي، بتتقل. اطفي عليها اهي. بصي التقل، اطفي عليها. هتتقل تاني بقى ونكورها مع بعض. احنا النهارده هنعمل مع بعض حوالي 2 كيلو دقيق. عملنا العجمية. هنعمل السمنة بتاعتنا. كيلو دقيق لنص كيلو سمنة. انا حطيت سمنة بقري على سمنة جاموسي. جمال الكعك بالسمنة البلدي. نقدحها، نسيحها ونقدحها عشان نحطها على الدقيق. نحط الحاجات الجافة على الدقيق بقى الأول. نحط البيكنج باودر، باكو واحد بيكنج باودر، ونحط ذرة ملح، حوالي معلقة صغيرة ملح، ونحط ريحة الكعك. بسم الله الرحمن الرحيم. تروحي للعطار او للي بتجيبي من عنده الحاجة، قولي له عايزة مقدار حوالي 2 كيلو كعك، اللي انت العدد الوزن اللي هتعمليه. ونحط، انا بحب احط كمان حبة محلب اهو، طحنته، حمصته وطحنته، معلقة قد معلقة الرز. ونحط السمسم ونقلب كله في بعض. نقلب كله عشان لما نحط السمنة بتاعتنا ونجهز الخميرة بتاعتنا بمية دافية ومعلقة سكر. هتاكلي احلى كعك من ايديكي، ولا تقولي جاهز. احلى من الجاهز بجد، احلى من الجاهز. وهتعملي لي لايك وتشتركي لي في القناة معايا، وهيعجبك الكعك بتاعي. ان ده كعك امي الله يرحمها، هو اللي انا بعمله كل سنة. نحضر الخميرة بتاعتنا. نحط معلقة سكر على باكو الخميرة، معلقة سكر، نفضي عليها كيس الخميرة بتاعنا. حفيدتي عاملة دوشة. ندوبها بالمية الدافية، مية زي دمعة العين، او مية تحط صباعك فيها تتحمليها. نقلبها ونغطيها. انا بقولك المقادير زي ما يقولك بالحنتوف. نغطي الخميرة بتاعتنا.
ونقدح الايه السمنة نحطها على الدقيق. بص انا ليه حطيت في الصينية؟ علشان خاطر ايه؟ حاجة ألمونيا او حاجة ستانلس، لان انا هدلق عليها سمنة سخنة، فلازم يبقى ايه حاجة ايه مش بلاستيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقلبي بمعلقة خشب، قلبي معلقة خشب، دخلي كله في بعضه. قلبي قلبي، دخلي الدقيق في السمنة. قالك لكل كيلو دقيق نص كيلو ايه سمنة، وعلى حسب الدقيق اللي عندك تشوفي ايه السمنة بتاعتك، بس هو عامة كل كيلو دقيق بياخد نص كيلو سمنة. انا حطيت سمنة بلدي لان طبعا حاجة البلدي بتبقى ايه لا يعلى عليها. بقلب بس عشان سخن، وبعدين ايه نبس بقى مع بعض. قلبي بقى بس كده، بس بقى بايديكي لما برد. مش هنحط الخميرة برضو عشان الدقيق لسه سخن، عشان الخميرة ما تبص. بس يعني ايه افركي كده، ما تخلوش ايه، احنا مش بنعجن عجين، احنا بنبس يعني بننعمه حوالين ايدينا. بصي بصي كده كده كده، عشان لما تاكلي الكعكايه منه تلاقيه تحت ايه دايب في ايديكي كده، مش عجينه في ايديكي او حاجه مكلكعه في ايديكي، والطعم يبقى ايه بقى حاجه ايه ناعمه كده في بقك. يكون بقى بصي انا بعمل ازاي، يكون دايب في بقك كده وانت بتاكلي الكعكايه. ولادك ايه يقول لك ايه الكعك الهايل ده يا ماما. بجد الطريقه دي جربيها وما تخافيش، واعملي زي كده بالظبط. الخميره مش هنحطها دلوقتي عشان لسه العجينه دافيه، عشان لو العجينه دافيه الخميره ايه هتبوظ هتفشل. لازم العجينه تكون بارده نلم بيها. بعد ما بردت العجينه في ايدك نحط الايه الخميره بتاعتنا اهي. انا عاملاها بالميه الدافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لمي بقى عجينتك، لمي كعكك كده في ايدك، ونحطه ايه يخمر حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع ونشتغل فيه. بعد ما خلصت اهوت، بصي العجينة بتاعتك في ايدك، هنسيبها تخمر بقى شوية، نحطها في ايه طبق بلاستيك ونغطيها تخمر. بعد ما ارتاحت خليناها ترتاح شوية، نمسكها نقطعها، نكور كده. نحط العجمية بتاعتنا فيها، نقفل عليها، نعمل بالراحة كده، وننقش بالايه بالمنقاش بتاعنا. هتاكلي احلى كحك، خليه كله مقاس واحد. نرص في الصاج، نكمل نعمل اشكال حلوه كده بقى من ايدينا. ممكن نعمل هلال، انا هوريكي وانا اقعد ايه بقى ايه مع نفسي كده واشتغل. بص الهلال هنعمله ازاي. ممكن نحط فيها الايه الحشو بتاعنا، نقفل عليها، حطي الحشو كده واقفلي اقفلي. اديها شكل الهلال بالظبط، ونقش بالمنقاش بتاعك.
بصي انقشي كده، انقشي انقشي. حفيدتي عاملة ازعاج. ناخد برضو من جوه كده، هيبقى شكله حلو قوي. اعملي اشكال، حطي ولادك حواليكي وفنني كده في اشكالك. خدي بالراحة كده وحطيه في الصاج. نعمل مع بعضينا تاني. بصي نحط العجمية. ممكن بقى ايه اوريكي حاجة. بصي بقى الطريقة دي، هنحط هنا البندقية في النص، اغرزيها كده بالراحة، وجيبي المنقاش بتاعك وحواليها كده، هيبقى شكله حلو قوي. بصي الجمال بقى. اشتركي في القناة واعملي زي ما انا بقولك كده، ورصي كده، وننوع في الاشكال. نعمل برضو شكل وردة، شكل ورقة شجر. نحط فيها الايه العجمية. قفلي كده عليها، خلي عجينتك ايه. بصي طبطبي بالراحة كده، نعمل من النص كده اشكال. خدي في النص كده، وتعالي في الجنب واعملي كده. كنا زمان نجتمع انا واخواتي مع والدتي رحمة الله عليها، نقعد نحب بقى ننقش ايه الكعك بتاع. ناخد واحدة لوز ونحطها ايه هنا، ندوسي عليها كده، ورصي، ونشتغل بقى نكمل مع بعض ونشوف. اجمل كعك اهو بعد ما قطعناه، لسه هنسويه في الفرنة. جهزناه اهو، حشينا وعملنا. بص الاشكال اللي انا عاملاها اهو. هنحطه على الشبكة في النص، نسوي، نرش عليه السكر. ده مقاديره ايه بالظبط زي ما انا عملت كده بالظبط. ولعنا الفرن بتاعتنا وحطينه ايه على الشبكة في النص كده. اما كعك استوى، بصي بصي مش متحمل. بصي جماله يا جماله يا جماله. نحط بقى السكر عليه. احلى كعك لاحلى ام ادم، احلى الاكلات ام ادم. احلى كعك. عملنا الكعك بالعجميه، عملنا الكعك بالعجوه، عملنا الكعك بالمكسرات. وادخلي على القناه واشتركي واعرفي الطريقه. وشكرا لكم على المتابعه، وكل سنه وانتم طيبين.